أول سؤال اخترناه كان جاي من القاهرة، من أحمد فاروق. بيسأل: رغم إن كل الستات بتطبخ وأغلبهم بيطبخ كويس جدا، لكن عدد الشيفات الستات في المطاعم قليل جدا، إيه السبب؟ يا لهوي على السؤال ده. لا أنا ممكن في ال 15 سنة الماضية ممكن، لما هلأ في عندك جيل بجنن، عندك شباب، عندك شيف سارة عقل مثلا، بنت فلسطينية عمرها هلا صار يمكن 27 سنة، شي ليد كيتشن فيه أكثر من 30 موظف. فما ضروري إنه كان هذا الفكر موجود بالسابق، لأنه طبيعة شغل الشيف في المطبخ صعبة قاسية، ظروفها قاسية. يعني ظروفها قاسية ليش؟ لأنه أول شيء ساعات عمل طويلة، تاني شيء ما عنا حياة، يعني نحن نشتغل وقت انتو الناس بتعطل، فإذا هي مزوجة وعندها بيت وعندها عائلة فكتير صعب عليها كمان. صدقيني كتير صعب أكيد. الشيف البنت اللي عندها عائلة ويكون عم تشتغل بمطعم، يا الله يكون بعونها. ثالث شيء طبيعة الشغل، يعني فيه حمل طناجر، فيه تعب، فيه يعني بده جهد عضلي كمان، مو بس جهد ذهني. فلذلك ما كان بتلاقي كتير بنات بالمطبخ. بس حاليا بالعكس، البنات هن يعني ندعمهم جدا، ونتمنى نشوف كمان بنات عرب عندهم مطاعمهم يكونوا مشلن ويكونوا مشهورين. هذا الشيء موجود ورح تشوفيه بالمستقبل. يا رب إن شاء الله.